كانت في درس عربي، قعدت تقول لهم ايه، انا عايزه اروق بقى، ماما عامله النهارده جلاش باللحمه المفرومه. كان احلى جلاش دول. ومن ساعتها الجلاش بتاعي ده بالنسبه لكوكا العيش. اتفضلي يا كرم، اتفضلي اتفضلي، نعمل واحده غيرها. تعالي روح قلبي. جلاش بلحمه مفرومه ده بالنسبه لي انا بعمله كده، وهو تركه بسيطه، يا اما تطلعوا جلاش خطير كده، طلعوا بقى فطير رقاق اي حاجه تانية. فتعالى اقول لكم ازاي بعمل جلاش اللي باللحمه المفرومه الخطير ده، وازاي يطلع معاكم مفهوش غلطه وولادكم يحكوا ويضحكوا بيه. يلا بينا. حلاوة صينية الجلاش تبدأ من شوية لحمة مفرومة متبلة ومستوية صح. فطاسة سخنة على النار نحط فيها معلقة سمنة، وطبعا لازم نهتم بالسمنة اللي هنشتغل بيها، لازم يكون طعمها حلو جدا، ولازم تكون طبعا سمنة طبيعي. هنضيف بقى بهاراتنا، فلفل اسود 7 بهارات، وكمان حبهان مطحون، رشة جنزبيل باودر، ورق لوري، بابريكا، وكمان توم باودر. اي حاجة انت بتحبيها تقدري تحطيها، وبحط طبعا رشة قرفة. وهملح بقى بملح من تاج الملوك بشكله الجديد، هحط تقريبا نص معلقه، وبعدين هقلب عندي هنا اللحمه، وكل ده لازم يكون على نار عاليه لحد عندي هنا ما اللحمه تستوي وتاخد لون عظيم زي ما انتم شايفين كده. هبدا احط عندي البصل. بصوا بقى، محتاجه 3 بصلات حلوين كده، ايوه ما تستكتروش البصل ده اللي بيسكر عندي هنا اللحمه المفرومه. بفرمهم فرم ناعم جدا واضيفهم على اللحمه بعد ما تستوي. ومش عايزه اقول لكم، لو جربتوا الطريقه دي هتلاقوا سوى اللحمه مختلف، طعم اللحمه مختلف، كل حاجه فيها مختلفه وبجد مسكره. عندي هنا اللحمه استوت، وبصوا بقت هي والبصل لون واحد، ومش عايزه اقول لكم طعمها خطير تتاكل حاف. هركنها بقى على جنب، وتعالوا نعمل الجلاش. ودي تقريبا كانت اكبر خطوه عندنا، بعد كده الباقي ما بياخدش وقت خالص. طبق هحط فيه كميه السمنه اللي انا عايزاها، تقريبا نص كوبايه سمنه. هجيب الجلاش، وزي ما اتفقنا لازم تكون جودته حلوه. الجلاش لازم يكون مورق، فعلشان اطلع جلاش مورق وطري من جوه ومقرمش من بره، بستخدم بقى نشا من تاج الملوك بشكله الجديد، نص معلقه صغيره على السمنه، واقلبهم كويس جدا، وادهن بيهم بقى الصينيه قبل ما ابدا في اي حاجه. وبعدين بحط ورقتين من الجلاش، واكرر نفس العمليه. بحط تقريبا 12 ورقه، اللي هم 6 ورقات مجوز لازقين في بعض، وما بين كل ورقتين بدهن السمنه. وبعدين بنزل عندي هنا اللحمه المفرومه، وبكرر تاني نفس العمليه، ورقتين وادهنهم بالسمنه اللي بالنشا، وكمان ورقتين وادهنهم بالسمنه اللي بالنشا، لحد ما اخلص عندي خالص الكميه اللي عندي. انا تقريبا الصينيه دي اخدت لفه ونص من الجلاش، بس انتوا احكموها كده، 12 تحت 12 فوق، اللي هو 6 مجوز تحت 6 مجوز فوق. الطبقة الأخيرة أو الورقة الأخيرة اللي بحطها قبل ما أدهنها لازم أقطعها. ده كده أسهل طريقة للتقطيع، علشان ما تقعدش تكرمش معاكي وتلف معاكي وانتي بتقطعي. بقطع عندي بقى هنا جلاش تقطيعة اللي أنا عايزاها، وبعدين برجع أدهن بقى عندي هنا وش الجلاش بالنشا والسمنة. مهم جدا يا جماعة إن أنا أحط نشا عشان يورق لي الجلاش، والسمنة علشان طبعا جلاش يعني سمنة. عندي هنا بقى الطاسة اللي أنا عملت فيها لحمة مفرومة، بعد ما خلاص اخدت منها لحمه مفرومه، بحط فيها بقى بقيه السمنه، بحط فيها 1.5 كوبايه لبن فاتر مش ساقع ولا سخن، وبضيف رشه نشا بسيطه كده، واقلب كل ده كويس، وانزل بيه بقى عندي هنا على الجلاش. في الوقت ده بشغل الفرن على درجه حراره 200، واسيبه لحد ما يسخن 10 دقايق، وبعدين ادخل عندي الصينيه. حطوها على الرف اللي فوق، النتيجه قدامكم اهي، احلى جلاش واخد لون خطير، مورق جدا من جوه ومقرمش ويجنن من بره. جربوه بقى وهستنى رايكم.